السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة جديدة من كلام جمهور. النهاردة ليلة مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين نادي الأهلي ونادي الزمالك. هنتكلم عن موعد مباراة الفريقين، وهنتكلم عن تشكيل الفريقين. موعد المباراة إن شاء الله هيكون غدا الخميس. المباراة هتكون الساعة 8. القنوات الناقلة: قناة أبو ظبي الرياضية، قناة أون تايم سبورت، وقناة ام بي سي مصر. حتى الآن قناة أبو ظبي هي اللي أعلنت عن إن المعلق بتاع المباراة هيكون عامر عبد الله، معلق الإمارات. أما قناة ام بي سي مصر وقناة أون لسه ما أعلنوش، بس تقريبا هيكون يعني عن قناة ام بي سي مصر هيكون اللي هيكون مدحت شلبي، اللي هيكون فارس عوض. وعلى أون هيبقى ممكن يكون مثلا محمد الكواليني، أيمن الكاشف. هيكون واحد من المعلقين دول يعني. التشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي والتشكيلة المتوقعة لنادي الزمالك: التشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي هيكون محمد الشناوي. يعني بالنسبة الأقرب هو المفضل هتكون مصطفى شوبير، إنه لعب المباراة اللي فاتت كويسة، بس تقريبا هو كان بيريح الشناوي لأنه كان جاي من المنتخب مع المنتخب وكان مصاب، فتقريبا هو اللي هيبدأ محمد الشناوي. هيكون في ناحية الباك يمين برضه دي هيكون عليها كلام. عمر كمال مش عارفين الإصابة بتاعته، وهم بيقولوا إن هو شارك في التدريبات، فهيكون هو بنسبة كبيرة هيكون عمر كمال لو جاهز وسليم 100%. لو مش سليم هيكون أكرم توفيق، لأن خالد عبد الفتاح مصاب، اللي هو الباك يمين دلوقتي حاليا. خالد عبد الفتاح مصاب، ومحمد هاني عارفين برضه اتصاب في مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة. هيكون قلوب الدفاع للنادي الأهلي هيكون ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، لأن أشرف داري برضه حتى الآن لغاية دلوقتي مصاب. يوسف أيمن زي ما اتكلمنا في الفيديو فات المدرب شكله مش مقتنع بيه، فهيكون قلبين الدفاع بتوع النادي الأهلي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة. ناحية الشمال هيكون يحيى عطية الله. نص الملعب هيكون مروان عطية هيرجع. هو ممكن الماتش اللي فات ما لعبش، ان ممكن المدرب برضه عاوز يريحه، راجع من المنتخب لعب المباراتين بتوع المنتخب فكان بيريحه، فاتوقع ان مروان عطية هيلعب على كريم نيدفيد. مش هيكون كريم نيدفيد، هو المدرب كان بيعمل روتيشن يعني تدوير بين اللعيبة، فهيكون مروان عطية. هيكون اتوقع امام عاشور. وهيكون الثالث في نص الملعب اتوقع من دماغ كولر والفكر بتاع كولر اللي هيكون اي اكرم توفيق لو ما لعبش في الباك رايت، يا اما احمد نبيل كوكا. يعني ده التوقع بتاعي، لأنه الراجل مش هيلعب مش ما توقعش إنه هيغامر ويلعب بقفشة مثلا تاني رقم 8 يبقى هو وإمام. نتوقع إن هو الراجل بيحب يكون الراجل بتاعه الاثنين اللي رقم 8 عنده يردوا في ال 18 بتاع الفريق، يعني وقت هجوم من النادي الأهلي يكونوا في 18 نادي الزمالك، بس المهم عنده يرجعوا برضه يغطوا الملعب نص الملعب، فهو هيكون عنده الأولى إن أحمد نبيل كوكا مش هيلعب بميدي قفشة وهيغامر. اتوقع هيلعب في ناحيه الرايت، يعني الوينج ليفت بتاعنا هيكون بيرسي تاو. الوينج رايت هيكون بيرسي تاو، والوينج ليفت هيكون حسين الشحات. يعني الجناح الشمال هيكون حسين، والجناح اليمين هيكون بيرسي تاو. في مركز الهجوم هيكون وسام ابو علي. بس هي دي تشكيله النادي الاهلي. تشكيله نادي الزمالك برضه المتوقع هتكون محمد عواد في حراسه المرمى. هيكون باك يمين عمر جابر، رجع من الاصابه هيكون عمر جابر جاهز، هيكون عمر جابر في الباك رايت. هيكون قلوب الدفاع بتوع نادي الزمالك هيكونوا معروفين: حمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد. ناحية الليفت هيكون برضو محمود بن تايب، مثبت نفسه أداؤه ممتاز. نص الملعب هيكون نادي الزمالك هيكون عنده مشكلة. نبيل دونجا كده كده هو معاه مشكلته، هنتكلم عنها في آخر الفيديو. هو معاه مشكلة نبيل عماد دونجا، بس كده كده هو كان مصاب وما كانش هيلحق المباراة. فهو تقريبا المدرب وقت ما كان بدأ وقت ما كان مع نادي الزمالك ما كانش بيحب انه يلعب محمد شحاته في مركز ستة، فاتوقع استمرار زياد كمال في مركز ستة، وهيكون اثنين من قدامه هيكون عبد الله السعيد وناصر ماهر. على اليمين هيكون احمد السيد زيزو، وعلى الشمال هيكون ميشيلات لتعويض مصطفى شلبي برضه اللي عنده مشكلة. وفي الهجوم هيكون سيف الدين الجزيري. بس كده. نتمنى ان المباراة تكون كويسة وتليق بالفريقين وتخرج ما تخرجش على النص. كنت عاوز اتكلم برضو في النقطة بتاعت مشكلة الثلاثة بتوع لعيبة نادي الزمالك. الكلام عليهم كتير اللي هم دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد مدير الكرة بتاع نادي الزمالك. المشكلة من وجهة نظري أنا في بوست قريته استفزني شوية، إن في واحد بيقول ليه المشكلة كبرت. ده كان يعني كلها تعويض، ندفع تعويض يعني تعويض واللاعيبة يطلعوا. طب والراجل اللي اتضرب ده، يعني الراجل اللي اتضرب ده ايه منظره وهو قدام عياله وهو بيتضرب مثلا؟
او قدام اهله. يعني هو الراجل ده مش ليه اهل وليه ناس شافته وهو بيتضرب؟ مش لازم كل واحد بيغلط ياخد العقاب بتاعه؟ يعني واحد، انا شفت واحد منزل بوست بيقول ان كانوا يتراضوا وخلصنا على كده. طب ماشي، ما الراجل ده مش ليه عيال؟ مشكلتنا ان احنا بنعامل لعيب الكوره ان هو حاجه كبيره. لا، انت لعيب كوره في الاول وفي الاخر. برضه ده الراجل ده ليه اهل وليه ناس بيشوفوه. يعني لما يشوفوه بيتضرب بالمنظر ده، هل يعني هذا منظر يليق؟ بس يعني هل المنظر ده يليق ان نادي لعيبه في نادي كبير زي نادي الزمالك يعملوا كده مع راجل ليه اسره وليه اهل يشوفوه بالوضع ده؟ ثالث حاجه كنت عاوز اتكلم بس بخصوص موضوع طاهر، محمد طاهر. موضوع ان بتحط اللعيبه تحت ضغط نفسي. ايه معنى كلمه لعيب بيتحط تحت ضغط نفسي؟ لعيب بياخد 10 مليون في الموسم. معلش انا هخرج بره الكوره شويه، يعني ايه لعيب بياخد 10 مليون في الموسم؟ ده في ناس يعني جوازته بتوقف على 10000 جنيه، مش 10 مليون. انت 10 مليون دي بيأمن حياته. يعني انا لما شفت ارقامه، يعني اللاعب بيبكي وينهار. اللي انا لما شفت ارقامه، لعب لي 5 6 سنين 7 سنين في الاهلي ويوصل لرقم 14 ولا 15 في الاهداف. ده جناح النادي الاهلي. المفروض جناح النادي الاهلي يكون كل موسم على الاقل 10 12 هدف. واللاعب يبكي وينهار مثلا. والماتش اللي فات الناس بتقول طاهر لعب مستوى حلو. طاهر هو جاب الهدفين، غير كده ولا عارف يستلم، ولا عارف يباصي، ولا عارف يبقى محطه، ولا عارف. يعني ما عارفش يعمل اي خصائص للمهاجم. فايه معنى ان لعيب، يا جماعه بلاش السوشيال ميديا تهاجم لعيب؟ ايه معناها ان بلاش السوشيال ميديا تهاجم لعيب وتحطه تحت ضغط نفسي؟ ايه معنى كلمه ضغط نفسي واحد بياخد 10 مليون في الموسم؟ ده في ناس مش لاقيه، يعني ناس، يعني بعيدا معلش انا هخرج بره عن الكوره، في ناس مرتبها كله 3000 جنيه. يعني إيه لو واحد بياخد 10 مليون ويتحط تحت ضغط نفسي؟ بس كده يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.